اعملي حسابك يا نهال إنك تسيبي الشقة دي وترجعي انت وعيالك على بيت أهلك، عشان القاضي لما هيحكم أكيد ببيع الشقة، عشان عيال أخويا الله يرحمه من مراته الأولى عايزين حقهم من الشقة دي. ليه مش بتعترفي قدام القاضي بالحقيقة إن الشقة دي أخوكي اللي هو جوزي قبل ما يموت اشتراها بفلوسي أنا من ميراث أبويا، وللأسف كتبها باسمه هو، كده بناته عايزين ياخدوا حق مش حقهم. بقولك ايه يا نهال، ما كلهم ولاده، ما تخليهم ياخدوا زي ما ولادك هياخدوا. أنا قلتلك كتير وهقولك للمرة الأخيرة، اتقي الله ورجعي الحقوق عشان عذاب ربنا أليم. أنا نهال عندي 47 سنة، تعالوا أحكيلكم قصتي. أنا من أسرة ميسورة الحال، أبويا كان راجل طيب والناس كلها بتحبه ودايما يساعد المسكين والمحتاج، لكن ماما طبعها مختلف تماما عن طبع بابا، وما كانتش بتسمع كلامه، وكانت دايما تعارضه لما بيساعد المحتاجين، وعشان كده حصل الطلاق. وأنا كنت وقتها صغيرة، عندي بس 12 سنة، وكنت أنا أكبر خواتي، واخواتي كانوا كلهم صبيان. ولأن أمي بعد عدتها على طول اتجوزت، فكنت أنا بمثابة الأم لإخواتي رغم صغر سني. ووقتها بابا قال لي: بصي يا نهال يا حبيبتي، أنا زعلان قوي على حالتك، إنك شلتي مسؤولية البيت ومسؤولية تربية خواتك ومش قادرة حتى تكملي تعليمك بسببهم، وعشان كده قررت أتجوز عشان هي اللي هتبقى أم ليكم وتشيل مسؤولية البيت ومسؤولية خواتك. ماشي يا بابا، اعمل اللي حضرتك شايفه صح. أما بالنسبة لتعليمي، لا يا بابا خلاص، ده أنا بقالي سنتين سايبة التعليم، وكمان أنا مش حابة أتخلى عن خواتي، أكيد برضو هيحتاجوني. وبعد جواز بابا إحنا برضو مرتحناش، بس مش بسببها هي، لكن بسبب سوء معاملة خواتي الصبيان ليها. وكنت أسمع خواتي الصبيان دايما يشتموها، وكانوا يقولوا لها: أكلك طعمه وحش، أنا مش عايز أكله، اعملي لي أكل تاني، بدل ما أقول لبابا لما يجي إنك مش بترضي تأكليني. إحنا مش هنسيبك تقعدي معانا هنا في البيت، انتي مستحيل تكوني زي ماما ولا تاخدي مكانها، إحنا مش عايزينك. وعشان بابا كان دايما يسافر، في فترة سفره كانت مرات أبويا بتعاني قوي من معاملة خواتي ليها، وأنا طبعا ما كنتش بعرف أسيطر على خواتي، وعشان كده مرات أبويا طلبت من بابا الطلاق وما قدرتش تكمل معانا، ورجعت تاني مسؤولية البيت كلها عليا. ومرت السنين وعديت سن ال30 من غير جواز، وكل ده بسبب إني قضيت حياتي كلها في بيت أبويا أربي خواتي. لا اتعلمت ولا كان ليا اختلاط بالناس خالص، لأن كان بابا راجل محافظ شايف إن البنت مكانها البيت وما ينفعش تختلط بالناس. بس كان بابا بيسمح لي أروح لأمي أقضي معاها شوية وقت وأرجع البيت تاني. وفي مرة وأنا عند ماما بزورها، لقيت عندها 3 بنات أعمارهم مختلفة ما بين 8 و10 و12 سنة، وكانت ماما بتأكلهم وبتهتم بأمورهم. فسألتها وقلت لها: مين يا ماما البنات دول؟ دول بنات واحد جاري هنا في البيت اسمه رضوان. طيب انتي مالك ومال عياله يا ماما؟ ليه مهتمة بيهم وبرعايتهم؟ عشان هو مشغول في مشاكله مع طليقته اللي رفع عليه قضايا، فبيطلب مني أخلي بالي من بناته على بال ما يرجع، وخصوصا إني بقيت قاعدة لوحدي بعد وفاة جوزي. بصي يا نهال يا حبيبتي، اقعدي انتي مع البنات وخلي بالك منهم، عشان ورايا شوية حاجات أعملها في المطبخ. ولما جه أبوهم عشان ياخدهم، سأل عني ماما وقال لها: هي مين الآنسة اللي شفتها قاعدة مع البنات دي؟ دي بنتي نهال من طليقي. ربنا يحفظها لك، شكلها بنت محترمة وطيبة. وكنت كل ما أزور ماما ألاقي ال3 بنات عندها ولاد الأستاذ رضوان، وكنت أقضي معاهم وقت جميل،
وأنا حبيتهم وهم كمان حبوني. وفي يوم وأنا عند ماما لقيت ماما بتقولي: على فكرة يا نهال، الأستاذ رضوان أبو البنات طلبك للجواز. إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ معقول؟ وليه يطلبني للجواز وأنا لسه ما اتجوزتش قبل كده، وهو راجل مطلق وعنده عيال؟ ده هو معجب بيكي وبأخلاقك من ساعة ما اتكلم معاكي مرة، وحتى بناته كمان بيحبوكي. يبقى ايه المشكلة بقى؟ معقول يا ماما؟ يعني انتي موافقة بيه؟ عادي كده موافقة ان بنتك تتجوز واحد بالظروف دي؟ انا اضمنهولك، هو راجل طيب وانا اعرفه كويس، هو جارنا من زمان. وما تنسيش يا نهال ان سنك كبر وملكيش كمان اختلاط بحد، يبقى هتتجوزي ازاي بقى؟ وافقي يا نهال ومش هتندمي. اضطريت اوافق على الجواز من رضوان، وخصوصا ان وقتها ابويا توفى واخواتي كانوا دايما في الشغل، وكنت انا معظم الوقت لوحدي في البيت. واتجوزت رضوان وعشت معاه ومع بناته في الشقة إيجار، لأن ظروفه المادية كانت صعبة شوية بعد ما طليقته كسبت القضية وأخدت حقوقها. بس للأسف بعد جوازي من رضوان لقيته دايما قافل عليا، مش عايزني أطلع من البيت، مش لأنه خايف عليا لأ، لكن عشان مش عايزني أختلط بالناس اللي ممكن يغيرولي تفكيري ودماغي. ويفضل هو فارض سيطرته عليا، دايما شايفني أنا الساذجة اللي هيقدر يضحك عليها، لكن لو أنا اختلطت بالناس يبقى هتغير عليه. وأنا فعلا كنت ساذجة، وكان أي طلب يطلبه مني كنت بنفذه على طول من غير كلام، لدرجة مرة طلب مني أعمل عملية الختان. استغربت وقلت إزاي يطلب مني طلب زي ده وأنا في السن ده، بس من غير حتى معرف السبب وداني للدكتورة وعملتها، رغم إني وقتها حصلي نزيف وكان باين عليا التعب. وهو قال لي: لو حد من أهلك سألك عن سبب تعبك والنزيف يبقى قوليله كنت حامل وسقطت، فاهمة؟ ماشي يا رضوان. ومرت الأيام وخلفت 3 أولاد وكنت بربيهم مع البنات، بس لما البنات كبروا اتغيروا معايا في معاملتهم، رغم إن أنا اللي ربيتهم من صغرهم، لكن ما تمرش فيهم أي حاجة. لكن الحمد لله اتجوزوا وسابولي البيت وبقيت عايشة فيه أنا ورضوان وولادنا. وفي يوم لقيت جوزي رضوان بيقولي: إيه رأيك يا نهال نجيب شقة تمليك بدل الإيجار اللي إحنا قاعدين فيها دلوقتي، والإيجار عمال يزيد علينا، ولادنا أكيد أولى بالفلوس دي. يا ريت يا رضوان، يا ريت يبقى عندنا شقة تمليك، بس هنجيب الفلوس منين؟ فلوسك اللي انت ورثتيها من أبوكي زمانها دلوقتي زادت في البنك، إحنا نسحبها ونشتري الشقة، وما تقلقيش هكتبها باسمك طبعا لأنها من فلوسك طبعا. خلاص ماشي، مادام هتكتبها باسمي. وفعلا رضوان اشترى الشقة ونقلنا فيها. وبعد 3 سنين جوزي رضوان اتوفى، وعرفت إن سبب وفاته إنه أخد جرعة مخدرات زايدة، وأنا ما كنتش أعرف عنه إنه بيتعاطى المخدرات، لأن أنا كنت في حياته للأسف مجرد خدامة. ضاق الحال بيا قوي بعد وفاته، وما بقتش عارفة ألاحق على المصاريف، وحتى ما قدرتش أشتغل لأني مش متعلمة. ووقتها كان عندي ساجد 15 سنة ومحمود 12 سنة وخالد 5 سنين، يعني لسه صغيرين ومحتاجين مصاريف. وعشان كده خواتي وأمي كانوا بيساعدوني لأنهم مقتدرين ماديا. وبعد 6 شهور من وفاة رضوان لقيت أخت رضوان عمة العيال جت عندي البيت وبتقولي: على فكرة الشقة اللي انت عايشة فيها دي لازم تتباع. وتتباع ليه؟ أنا عايشة فيها أنا وأولادي. عشان بنات رضوان ياخدوا ورث أبوهم منها.
ورث أبوهم؟ على فكرة انت فاهمة غلط، دي شقتي. رضوان هو اللي اشترى الشقة، بس بفلوسي أنا، وكتبها باسمي أنا. بناته ملهمش أي حق فيها. أنا عارفة كل الكلام ده، بس رضوان اللي انت بقى ما تعرفوش كتب الشقة باسمه هو، مش باسمك. يبقى بناته لازم هيدخلوا في الورث معاكي غصب عنك. انت بتقولي ايه؟ رضوان قال لي انه هيكتبها باسمي أنا. لا، مستحيل. أهو ضحك عليكي خلاص، واللي حصل حصل، والقانون لا يحمي المغفلين يا نهال. طب مادام انت عارفة الحقيقة، ليه ساكتة؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس. أرجوكي قولي الحقيقة، ده مال أيتام. لا، مش هشهد معاكي، أنا ماليش دعوة. حرام عليكي، اتقي الله واشهدي بالحق. ولأنها للأسف عمة عيالي، كانت دايما بتيجي عندي البيت عشان تشوف الأولاد، وحتى لو طلبت مني أي طلب كنت بنفذه. وده مش ضعف مني، لكن كنت عايزة أكسبها في صفي. يمكن ضميرها يأنبها في يوم من الأيام وتقول الحق، لكن للأسف برضه مصرة على رأيها. والقضية اللي رافعينها بنات رضوان لسه ما اتحكمش فيها لحد دلوقتي. وعشت الفترة دي في خوف، خايفة خايفة شقتي اللي لماني أنا والعيال تروح مني. ولما روحت لإخواتي وأمي عشان أشتكي همي وأقول لهم على اللي حصل معايا في موضوع الشقة، لقيت أخويا محمد بيقولي: من هنا ورايح مش هنساعدك لا بفلوس ولا حتى في موضوع قضية الشقة دي، لأن انتي واحدة مغفلة. احنا غلطانين إننا وافقنا نديكي نصيبك من ورث أبوكي. المفروض البنات ما ياخدوش ورث. بس ده كده مخالفة لشرع الله. وبعدين انتم اخواتي ومليش غيركم، لازم تقفوا جنبي. أنا واحدة وحيدة وبربي أيتام. واحنا مش عايزين نعرفك تاني بعد ما فرطتي في ميراث أبوكي ورحتي عطيتيه لجوزك الغريب. كنا احنا أولى بالفلوس دي. وبصي يا ماما، أنا بقول أهو قدامك وقدامها، أنا مش عايزك تعرفي نهال تاني. خلاص، احنا أختنا ماتت. انت يا ماما في ايدك 4 غوايش، لو غويشة واحدة نقصت يبقى هنعرف انك بتساعدي نهال، وساعتها هاخد منك الدهب اللي معاكي كله. انسي ان انت ليكي بنت اسمها نهال. وبقيت في الحياة لوحدي مع أولادي ال3، ماليش غير ربنا. كل ليلة كنت بدعيله يظهر الحقيقة وترجع لي شقتي، ويحنن قلب أمي وأخواتي عليا. ورغم إن إخواتي كانوا في مشاكل كبيرة بعد اللي عملوه فيا، وحتى عمة أولادي ابنها توفى في حادثة وحالتها الصحية بقت في النازل ودايما تعبانة بعد اللي حصل لابنها، إلا إنهم لسه قاسيين عليا. محدش عايز يحنلي ولا يقف جنبي. أحيانا بحس إن معاناتي دي بسبب اللي إخواتي عملوه في مرات بابا زمان وهم صغيرين، بس أنا والله وقتها ما كانش ليا أي ذنب ولا عمري عملتها وحش. أنا عارفة إنكم هتلموني على ضعفي وغبائي إني عطيت فلوسي لجوزي بكل ثقة، بس ده اللي حصل خلاص. وكل اللي بفكر فيه دلوقتي إني أربي عيالي وأوصل بيهم لبر الأمان. فوضت أمري لله، هو وحده اللي هيقدر يحل مشكلتي اللي ملهاش حل.